طيب اللي مولود باليابان هو مو مع المسلمين ولا بدولة المسلمين أصلا، اللي انولد باليابان ولا شاف النبي ولا شاف أي مسلم. طيب هذا كيف ممكن يعرف إنه الإسلام هو الحق؟ هو مولود باليابان واللي كل اللي داير مدايره ملحدين. الحقيقة يعني سؤالك هذا الذي طرحتيه الآن قد أجاب عليه علماء المسلمين منذ مئات السنين بمختلف أزمنتهم. أولا في هذا الزمن، إذا تكلمنا في هذا الزمن، لا يوجد دولة لا يوجد فيها مسلمين. كل بلاد العالم فيها مسلمون. حتى لو فرضنا دولة لا يوجد فيها مسلمون، فإن الإنترنت الآن موجود في كل البيوت تقريبا، فبالتالي من السهل جدا أن يبحث عن الإسلام، يرى ترجمة لمعاني القرآن الكريم، ويقرأ في مواقع إسلامية بلغات أخرى، لأن الإسلام الآن مترجم بجميع اللغات تقريبا. إذا هذا المثال في الوقت الحالي لا يمكن، هذا واحد. ثانيا، لو فرضنا نحن مثلا في زمن لا يوجد فيه انترنت، وفي قوم موجودون في بلد ما لم يسمعوا شيئا عن الإسلام ولم تصلهم رسالة الإسلام وما استطاعوا البحث في الإسلام، هل هؤلاء يدخلون النار؟ الإجابة لا. قد تكلم في هذه المسألة كثير من أهل العلم واستندوا على أدلة من القرآن والسنة. مثلا قال تعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء، يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا قبل أن تصل إليه الرسالة، والذين لم تصل لهم رسالة الإسلام ولم يسمعوا شيئا عن الإسلام هؤلاء يسمون في المصطلح الإسلامي أهل الفترة. يسمون ماذا؟ أهل الفترة. أهل الفترة هؤلاء الذين لم يسمعوا شيئا عن الإسلام وما استطاعوا البحث في الإسلام، هؤلاء يختبرون يوم القيامة فيعرض عليهم الكفر والإيمان، فمن آمن منهم دخل الجنة ومن كفر منهم دخل النار. إذا الله سبحانه وتعالى لا يعذب إنسانا قبل أن تصل إليه رسالة الإسلام، لأنه قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.